أهلا بيكم على قناة English Fund مع أحمد الحمائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة أولى ثانوي دفعة 2025، إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض حل محافظات ملحق المراجعة النهائية كتاب جيم. هنبدأ النهاردة حل من صفحة 106 الامتحان رقم 10 محافظة المنيا. الجملة الأولى بيقول لي the word respond. خلي بالك احنا عايزين كلمة respond اللي هي يرد أو يستجيب is equal to، يعني بتساوي في معناها كلمة إيه؟ يبقى على طول ممكن تبقى answer اللي هي الاختيار الأول بمعنى يرد أو يجيب على، وكمان ممكن تبقى reply اللي هي الاختيار دي برضه بمعنى يرد أو يجيب على. طيب الجملة رقم 2 بيقول لي this is it's not dangerous. خلي بالك الأمر مش خطير، وبالتالي ممكن نقول عليه secure بمعنى آمن، وممكن نقول عليه كمان safe بمعنى آمن. طيب 3 before the medicine he had eaten a lot. خلي بالك عندي before في بداية الجملة مفيش بعدها فعل، يبقى إذا على طول بعدها الفعل مضاف له ing. يبقى الاختيار taking اللي هي الاختيار دي before taking the medicine he had eaten a lot، يعني قبل ما ياخد الدواء كان واكل كتير أو واكل كويس يعني. طيب 4 we use when we don't know which road to take. بنستخدم إيه لما نكون مش عارفين الطريق؟ يبقى ده على طول global positioning system أو الجي بي اس. طيب 5 I have lost one of my gloves. يعني أنا ضيعت واحد من القفازات بتاعتي. I them somewhere. طيب تعال نقول I have lost، يبقى إذا أنا كده بتكلم عن شيء حصل في الماضي، إن أنا ضيعت واحد من القفازات بتاعتي. فبعمل استنتاج، بقول أكيد أنا نسيته في مكان ما، أو أكيد وقع مني في مكان ما، يبقى I must have dropped them somewhere، يعني أكيد وقعتهم في مكان ما. طيب 6 he often about not feeling appreciated by his coworkers. خلي بالك هو دايما إيه عن عدم إحساسه بالتقدير بين زملائه في العمل، يبقى هو دايما بيشتكي أو بيشكو، يبقى complains وبتاخد حرف الجر about. طيب 7 iron expands. الحديد بيتمدد. ادي مضارع بسيط، عايز اقول لو سخن، عندي رابط شرط اللي هو F، يبقى على طول محتاج it is heated، لأن الجملة بعد F صيغة المبني للمجهول، يبقى F it's heated، وكمان ممكن تحذف it و is ويفضل heated، يعني ممكن تبقى F heated أو F it's heated. طيب 8 بيقول لي robots can be used to dangerous tasks. عايز أقول إن الروبوتات ممكن استخدامها عشان تؤدي أو تقوم بالمهمات الصعبة أو المهمات الخطيرة، يبقى do أو perform أو carry out do tasks. طيب 9 this offer only for new students. عايز أقول إن العرض ده هيطبق فقط على الطلبة الجدد، يبقى apply only for new students، يعني بينطبق فقط على الطلبة الجدد أو ساري على الطلبة الجدد يعني. طيب 10 this man more than 20 great books hundreds أو 100 years ago. هذا الرجل كتب أكثر من 20 كتاب رائع من 100 سنة، يبقى الرجل هو الفاعل، وعندي كلمة ago بتدل على الماضي البسيط، يبقى على طول wrote الفعل في التصريف التاني. طيب 11 بيقول لي thousands of children، يعني آلاف من الأطفال were because of wars. عايز أقول يتيموا بسبب الحروب، يبقى were orphaned اللي هي الاختيار B. طيب 12 بيقول لي we all waved goodbye to him yesterday. كلنا شاورنا له وودعناه goodbye، والكلام ده حصل yesterday يعني بالأمس. as he away، عايز أقول لما كان هو سايق بعيدا، عندي رابط زمني اللي هو as قبله waved في الماضي البسيط، المفروض إن as while و just as بيجوا وراهم ماضي مستمر، بس الفكرة بقى هنا إن أنا ما عنديش ماضي مستمر، فخلاص هروح للماضي البسيط drove اللي هي الاختيار C. ما ينفعش آخد is، ما ينفعش آخد drive، وما ينفعش آخد has driven، لأن دول مضارع مستمر، مضارع بسيط، مضارع تام، ما ينفعش أربطهم بالماضي. طيب 13 I met the genius boy. أنا كده بتكلم عن ولد كشخص عاقل. skills عايز أقول اللي مهاراته مذهلة، يبقى أنت كده عايز تخلي المهارات دي ملك للولد ده، وبالتالي هتروح لضمير الوصل اللي بيبين الملكية، يبقى whose اللي هي الاختيار دي. بقت أنا قابلت الولد العبقري اللي مهاراته مدهشة. طيب نروح لسؤال رقم 14 by the time، عندي رابط زمني في بداية الجملة by the time I reached، عندي الفعل reached كحدث تاني في الماضي البسيط، لأن by the time بتتبع بالحدث التاني before و by the time بيجي وراهم حدث تاني، يبقى احنا كده بنختار حدث أول وفي الماضي. الحدث الأول في الماضي يبقى على طول ماضي تام had left. قبل ما نوصل المحطة the train had left، يعني القطار كان مشي. طيب نروح بعد كده للreading passage. بيقول لي the tiger is the largest living cat، يعني النمر هو أضخم القطط اللي عايشة على كوكب الأرض يعني، أو أضخم نوع من القطط الموجودة على الأرض.
and it mainly lives in Africa and Asia. بيعيش بشكل رئيسي في أفريقيا وآسيا. It has a powerful body. عنده جسم قوي و large head. رأس ضخمة and a long tail وديل طويل. It was first scientifically described. أول وصف علمي كان في 1758 ومصنف إلى 8 أنواع. Throughout the tiger's life خلال حياة النمر it lives mainly in the forest of Russia and China. يعني بيعيش بشكل رئيسي في الغابات في روسيا وفي الصين. The tiger is a dangerous killer. يعني حيوان قاتل that mainly hunts غزالة. الفريسة الرئيسية بتاعته الغزالة. It usually lives by itself and takes large pieces of land. النمور بتعيش مع نفسها كده وبتاخد مساحات ضخمة من الأرض مش على شكل قطيع يعني. It defends this land. بتدافع عن أرضها against other tigers ضد النمور الآخرين وحتى ضد البشر. الفيميلز اللي هي الإناث give birth to usually 2 or 3. يعني في كل مرة ولادة بتولد 2 شبلين أو 3 that stay with their mother for about 2 years. بيفضلوا مع الأم لما يقرب من 2 سنين. When becoming independent لما بيبقوا مستقلين they leave their mother's home. خلاص بيسيبوا بقى بيودعوا منزل والدتهم and establish their own وبيأسسوا المنزل الخاص بيه. Since the early 20th century منذ بداية القرن العشرين tiger populations have lost. يعني المجتمع السكاني الخاص بالنمور يعني أو النمور عموما فقدت at least 39 of their historic numbers. يعني فقد 93% من الأعداد التاريخية للنمور. يعني باقي 7%. major reasons for this decline السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الضخم هو losing forests فقدان الغابات وكمان الهانترز اللي بيقتلوا النمور عشان يبيعوا الفرو بتاعها اللي هو غالي جدا. وكمان التايجرز also sometimes أحيانا بتهاجم عشان تقتل الناس. The tiger is considered يعني النمر بيعتبر the main enemy of the lion. هو العدو الرئيسي للأسد. Since tiger population are greatly different in size ولأن مجتمعات النمور مختلفة أو المجتمعات السكانية للنمور مختلفة في حجمها. The average size for a tiger may be less than أو less than that of a lion. حجمها طبعا في المتوسط أقل من متوسط حجم الأسود. while the biggest tigers في حين إن أضخم النمور بيبقى أضخم من الأسود. The Siberian tigers النمر السيبيري are considered to be the largest type. هو أضخم أنواع النمور. As they are even larger than lions. أضخم حتى من الأسود. Tigers were kept since ancient times. يعني النمور بيتم حبسها منذ العصور القديمة and trained أو بيتم حبسها وتربيتها يعني وتدريبها عشان تأدي في العروض المسرحية ومصادر المتعة الأخرى أو العروض المتعة يعني أو العروض الخاصة بالتسلية الأخرى. They were even sold. حتى كان بيتم بيعها في بعض الأوقات كبتس حيوانات أليفة لرجال الأعمال. Tigers appeared والنمور دي ظهرت في ثقافات مختلفة حول العالم. طيب السؤال رقم 15 بيقول لي tigers are يعني النمور إيه before the age of 2. يعني بتبقى إيه قبل سن 2 يبقى بتبقى independent أو بتبقى هي independent. independent زي ما قلنا هتديك معنى مستقل. هي بتبقى مستقلة بعد سن 2 لكن بما إنه هو أنا عندي بيقول أو هو هنا عندي بيقول before قبل سن 2 يبقى بتبقى dependent يعني معتمدة على أمهاتها يعني أو غير مستقلة. طيب نروح للجملة رقم 16 بيقول لي tigers usually live يعني النمور عادة بتعيش فين؟ يبقى in forests يعني في الغابات. طيب since 17 منذ القرن العشرين tigers have lost of their population فقدت معظم التعداد بتاعها يبقى most قلنا 93%. 18 lions purse يعني الغابات الخاصة بالأسود the numbers of tigers أو losing forests فقدان الغابات عايزين يقول بيقلل عدد النمور حول العالم يبقى decreased اللي هي الاختيار B. 19 tigers protect their land against يعني النمور بتحمي المناطق بتاعتها ضد مين؟ يبقى بتحميها ضد التايجرز والهيومنز ضد النمور الأخرى وضد البشر. طيب 20 Siberian tigers قلنا النمر السيبيري هو أضخم في الحجم من الأسد يبقى larger than. 21 tigers sometimes humans النمور في بعض الأحيان attack humans يعني بتهاجم البشر. طيب نروح لسؤال الترجمة رقم 22 بيقول لي تؤثر التكنولوجيا الحديثة على العالم يجب أن تتعامل معها بحكمة حتى نتجنب أضرار. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار دي modern technology affects the world we should deal with it wisely to avoid its harms.
تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. يبقى على طول هنلاقي الخطأ في الاختيار الأول affects us المفروض affects the wallet، والخطأ في الاختيار B doesn't affect، والخطأ في الاختيار C عدم وجود الظرف اللي هو widely المفروض we should deal with it to avoid أو we should deal with it المفروض wisely يجب أن نتعامل معاه بحكمة، عدم وجود الظرف wisely اللي هو بحكمة. طيب تعال نروح للجملة رقم 23 بيقول لي English is an extremely important language، يعني الإنجليزية دي لغة مهمة جدا. It can increase your opportunity of having an excellent future، يعني ممكن تزود من فرصتك للحصول على مستقبل ممتاز. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي الاختيار C الإنجليزية لغة مهمة جدا يمكن أن تزيد فرصتك للحصول على مستقبل ممتاز. تعال نشوف الأخطاء في باقي الاختيارات. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ادعمنا بلايك وشير للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك إشعاراتنا. سلام.